هنعمله مع بعض صينية حجازية جميلة بمكونات بسيطة. تعالوا نشوفوا معانا المقادير. هنعمله كوبايتين ونص سميد، كوبايتين ونص دقيق، واتنين معلقة قرفة، 2 معلقة كاكاو، ولبن بودر، وكوباية الا ربع سمنة على ربع زيت، والحشو كوباية سكر على كوباية وربع سميد. تعالوا نشوف بقى هنعملوها ازاي. هنا كوبايتين ونص دقيق على كوبايتين ونص سميد. طبعا نخلطهم مع بعض. هنحط بقى السمنة، هنبشوها كويس جدا، اللي هي كلها ميبقاش في حاجة مفيهاش سمنة. هنفضل نبشوها، وهنحتاج كوباية مية بس، كوباية معلقتين على حسب طبعا الدقيق. بعد كده طبعا نقسموا العجينة دي ل2. تعالوا نعمله بس معانا بعض، تعالوا نعمله مع بعض الحشو. هنا هنحط السكر على السميد، ونحط معلقتين القرفة ومعلقتين كاكاو، وهنخليها كده زي رملة البحر بالشكل كده. هنا بقى نحط نص العجينة، بس دي النص الأكبر هنحطها تحت في الصينية عشان الحشو ما يطلعش بره، يبقى الشكل كده. نحط الحشو بقى، طبعا فردنا النص التاني على كيسة. نحط الحشو، طبعا لازم نقطعه الحجازية قبل ما ندخلوها. عملناها بشوكة كده، معلش المقطع ده اتمسح. ده كان دخلها الفرن، وهيطلع الشكل ده. جميلة، هتعجبكم جدا، جربوها. ده كده الشكل النهائي، بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.